المخطط اللي قدامنا بعنوان مقادير المدود. أنواع المدود اللي عندنا لها مدد زمنية. المدة الزمنية أو الوحدة الزمنية للمد هي الحركة. الحركة. المقادير بتاعة المدود عندي كما هو باين في المخطط هم 5 مقادير. أول مقدار هو مقدار الحركة اللي هو متمثل في الضمة، حركة الضمة والكسرة والفتحة كما هو موضح بالمثال. عندي في الضمة مثال: وإن عدتم عدنا. شوف العين، عدنا، ما بقولش عودنا. تمام. في الكسرة بقول لحياتي، ما بقولش لي حياتي، لا، لحياتي. في الفتح لا تفرح، التاء مفتوحة، ما بقولش لا تفرح، ولكن الصح لا تفرح. يبقى ده بالنسبة للمقدار الأول اللي هو الحركة. طيب المقدار الثاني حركتين، وده بيكون كما هو مكتوب عندي في المخطط، بيكون في المد الطبيعي ومد الصلة الصغرى. عندنا نوعين من مد الصلة: مد الصلة الصغرى ومد الصلة الكبرى. كمثال مد الصلة الصغرى: ويخلد فيه مهانة. حركتين. من الأمثلة اللي موجودة قدامي في المخطط الواو في قوله قولوا. وبالنسبة للياء لحياتي، التاء بعدها ياء. بالنسبة للألف لا تفرح، اللام هنا بعدها ألف، فنمدها مقدار حركتين، الألف تتمد حركتين، لا تفرح. المقدار الثالث وهو 4 حركات، وهو بيكون مع المد المتصل والمنفصل. مثال للواو: قروء. بالنسبة للياء النسيء. والمثال بالنسبة للألف السماء. المقدار الرابع وهو 5 حركات أيضا للمد المتصل والمنفصل. يعني المد المتصل والمنفصل أنت ليك فيه 4 حركات أو 5 حركات. تمام. طيب احنا في 4 حركات ضربنا أمثلة للمد المتصل. طب تعالى في ال5 حركات هنضرب المثل للمد المنفصل. فنقول بالنسبة للواو قوا أنفسكم. وبالنسبة للياء إني آمنت. وبالنسبة للألف يا أيها. المقدار الخامس والأخير وهو 6 حركات، وده بنطبقه مع المد اللازم. كمثال الحاقة، ما الحاقة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم. يبقى ده المخطط لمقادير المدود.